السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الخير عليكم يا حبايبي أو مساء الخير وقت ما بتشوفوا الفيديو وتشاهدوه. أول حاجة النهاردة إن شاء الله معانا العيش الفينو أو الكايزر. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول المدارس. عام سعيد عليكم يا رب على كل أولادكم وحبايبكم. النهاردة إن شاء الله معاكم العيش الفينو الباتيبان والكايزر. من كيلو دقيق بنطلع كمية كويسة جدا ما شاء الله. هتكفي معاكي فترة يعني، من غير ما تعملي كل يوم ولا اي حاجه. هناخد المقادير بتاعتنا بسيطه وسهله جدا. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم الوصفه ديت والطريقه وهتشوفوا النتيجه. بس اهم حاجه تمشوا على الخطوات اللي انا هقول لكم عليها عشان خاطر تطلع النتيجه معاكم زي ما بتشتروا من بره بالظبط. اول حاجه معايا الكيلو من الدقيق بياخد نص لتر من الميه. طبعا مش بحطه كله، ببدا احطه شويه بشويه. البوله فيها كيس خميره او باكو خميره. كمان معلقتين كبار من السكر ومعلقتين كبار من الزبدة او 3 معالق كده كبار. درجة حرارة المطبخ ما يبقاش سايح وما يبقاش اللي بتبقى جامدة زي ما انتوا شايفين كده. بضربها بالمضرب بتبدأ ان هي تمشي معايا. طبعا تبقى المية دافية. دي حطيت فيه نص معلقة صغيرة من الملح، وحطيت فيه معلقة كبيرة من اللبن البودر. جميل جدا اللبن البودر في المعجنات، بخليها طريه وهشه كده. هبدا اقلب كل المكونات الجافه، وطبعا الدقيق انا نخلته عشان خاطر تبقى الحاجه خفيفه كده معايا ما تبقاش مكتومه. هبدا احط المكونات السائله اللي معايا انا ضربتها في بوله لوحدها ديت مع المكونات الجافه، الزبده مع الدقيق مع السكر مع الخميره مع رشه الملح مع معلقه كبيره من اللبن البودر. هبدا اقلب كده بالراحه واعجن بايدي اشوف هيحتاج ميه ولا لا، وابدا احط واحده واحده عشان خاطر ما احتاجش الدقيق تاني يعني. بس هو الكيلو دي باخد من نص لتر ميه او اقل. بنحاول نحط واحده واحده عشان خاطر ما يبقاش سايل معايا قوي. هبدا اعجن معاكم كده زي ما انتوا شايفين. طبعا لو عندك عجان بيبقى افضل طبعا، بس احنا بنعجن بايدينا كده. ببدأ اجيب كل الدقيق اللي تحت دوت زي ما انتوا شايفين كده، محتاجتش ميه تاني. العجينة العجينة زي ما انتوا شايفين كده طرية معايا، مش محتاجة مية ولا اي حاجة، مظبوطة جدا. هفضل اعجن فيها زي ما انتوا شايفين كده لمدة 10 دقايق 5 دقايق. المهم لغاية لما تبقى العجينة طرية معايا. دي اول نتيجة من عوامل النجاح العيش الفين او الكايزر. افضل اعجن فيه كويس اوي كده لغاية لما العجين تبقى زي الاستيكة بتمط معايا فيها، نقول فيها عرق. هي العجينة طرية، مش هقول بس كفاية كده، لا انا هفضل اعجن فيها زي ما انتوا شايفين كده. العجينة اول ما بحط ايدي كده وتعلى معايا تاني وتردي تاني بترتفع معايا تاني، اعرف ان هي كده بقت عجنت كده واتخدمت كويس اوي. طبعا هسيبها تخمر لغاية لما يتضاعف حجمها، وهوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. هحط رشة دقيق في البولة من تحت ومن فوق. ادي يا حبايبي العجينه بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده شكلها، وادي التخمير جميله جدا، والعجينه ناعمه معايا وطريه ما هيش بتلزق ولا اي حاجه. هبدا انزل واحده واحده كده على الكاونتر اللي معايا. انا ما بوقعش التخمير ولا اي حاجه، بشيلها من الطبق بس بالراحه كده من البوله، وابدا افردها بالراحه، وابدا اخد بقى اقطع بالسكين او القطاعه اللي عندك اي حاجه تبدا ان انت تقطعي كده. وبعد كده ابدا احط كور صغيره على قد ما اقدر تبقى كلها كميه، كلها وزن واحد او حجم واحد على قد ما اقدر كده. طبعا انت لو عايزه تكبري حجم الرغيف بتكبري حجم الكوره. العجينه طريه معايا وعامله زي الملبن يعني مش محتاجه اي حاجه. هبدا اخد قطع قطع كده واكورها واريحها لغايه لما اخلص الكميه اللي معايا، وابدا اشتغل باول واحده انا عملتها. ادي الكميه عملتها معاكم زي ما انتوا شايفين. هبدأ افردها من غير دقيق ولا زيت ولا اي حاجة. بدي دهنة زيت بس بسيطة في الصينية اللي انا هسوي فيها، والفرن طبعا اكون مشغلاه لازم يكون سخن، يبقى من فوق ومن تحت. دي تاني عامل من عوامل نجاح العيش الباتيبان او الفينو او الكايزر اي كان المخبوزات اللي انتوا تعملوها. ببدأ ان انا اعمل اقفل كده من الجناب واعمل رول وابطط من جوه زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو.
هقفل من الجناب حلو خالص عشان خاطر ما يبدأش ان هو يفك مني، وابدأ احطه في الصينية. هعمل كمان واحد معاكم. مش محتاج نشابه ولا اي حاجه، العجينه زي الملبن زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين ببدا ان انا الف رول، وبعد كده ابططها بايدي زي ما انتوا شايفين كده. اللفه ديت تحفه جدا جدا جدا، ما بتبقاش مكتوم من جوه ولا بيبقى عجين. جربوا الطريقه دي وان شاء الله هيعجبكم قوي. ومقادير بسيطه وسهله. زي ما انتوا شايفين الاسعار غاليه جدا، والافران عليها زحمه جدا جدا. يعني ممكن اوريها لكم اصورها لكم، بس انتوا اكيد عارفين الافران زحمه جدا. فاحنا نشتري ليه واحنا نقدر نعمله في البيت بمقادير بسيطه وسهله ومش مكلفه خالص ان شاء الله. عندكم الخير كله يا رب. هبدا ان انا الف رول كده واقفل الرول اللي انا اعمله، اقفله وبعد كده الف عادي. اقفل من الجناب كويس قوي بقى. والحمل اللي تحت دوت، اللي هي التقفيله اللي تحت ديت، هبدا تبقى ايه، تبقى تحت في الصينيه عشان خاطر ما تفكش مني. اهو زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ اسيب مسافات عشان خاطر لما يبدأ يخمر، وكمان لما بيستوي بيبدأ ان هو كمان حجمه بيتضاعف. هبدأ اقفل من الجناب. انا هكمل باقي الكمية دي واوريها لكم. طبعا لو اتبقى منك عجين هتبدأ تلفيه في كيس كويس اوي وتحطه في الفريزر. شايفين شكله تحفة جدا، بدأ ان هو كمان يختمر معايا. ادي الكايزر معايا. هبدأ ان انا الفه. دول اللي كنت عملتهم في الاول وسبتهم يرتاحوا، بس لما شلتها لقيتها بعدلت معايا كده، وقلت لازم الفها تاني، اكورها تاني عشان خاطر تطلع مظبوطه معايا الكايزر. طبعا ده براحتك، الحجم اللي انت عايزاه واللي يناسبك، تكبري الحجم او تصغريه. احنا بنعمله اكبر من ليمونه شويه كده لانه يخمر تاني وبيزيد خمره كمان في الفرن. ادي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله خلصنا الكيلو الدقيق. ادي الفينو والكايزر. كمان بقى مني عجينه اهوت ما شاء الله. الكيلو الدقيق بيعمل كميه كويسه جدا. طبعا تقدري تحتفظي بيه في الفريزر. هبدا اسيبه يخمر لغايه لما يختمر، يرتفع معايا العلو بتاعي، يرتفع معايا. وبعد كده هقول لكم على الدهان بتاعه اللي يخلي لونه جميل زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. معايا هنا لبن ورشه من البن او القهوه، ومعلقه من السكر الموجوده عندك، قهوه سريعه الذوبان او البن اللي احنا بنشربه عادي تقدري تحطي منهم. بعد كده تضربيهم مع بعض، وابدا ان انا ادهن بالراحه خالص زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. معلش الصوره مش واضحه عندي، الاضاءه مش واضحه. ببدا ان انا ادهن بالراحه خالص عشان خاطر يفضل زي ما هو كده بالخمر بتاعه. لو عندك ازازه تقدري تحطي فيها، تقدري تستعمليه، اللي هي البخاخه، تقدري تحطي فيها وتعملي الخليط دوت. زي ما انتوا شايفين بمشي بالراحه خالص عشان الخمر ما يقعش مني ويفضل الرغيف زي ما هو كده. لو عندك بقى سمسم حبه البركه تقدري تحطي اللي انت عايزاه. بصراحه ما عنديش ومحطتش. هو شكله حلو كده من غير اي حاجه. طبعا الفرن انا مشغلاه من فوق من تحت ويكون سخن جدا. ببدا ان انا احطه من تحت واحط فيه معايا كوبايه او طبق ميه. يبدا ان هو يطلع بخار ويطلع العيش ده ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. شايفين الطراوه والسوا من تحت ومن فوق. طبعا مش محتاج ان انا افتحه لكم لان السوا ظاهر والتخمير ظاهر والعجينه كل حاجه وريتها لكم. يبقى الخطوه الثالثه في نجاح الكايزر او العيش او العيش بتيبان ان انت تحطي طبق في الفرن فيه ميه عشان خاطر يطلع البخار والحاجه تستوي معاكم وتبقى طريه زي ما انتوا شايفين كده. ايه رايكم في العيش الفينو اللي احنا عملناه النهارده؟ تحفه 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 بصراحه. مش قادر اقول لكم مع الطعم والريحه وحاجه كده خير في البيت. ربنا يكتر خير عندكم كلكم يا رب. يلا يا حبايبي ما تنسوش لايك واشتراك في القناه.